يشهد الله والله على ما أقول شيء. بحياتي لم أركع إلا لغير الله، وبحياتي لم ينزل رأسي إلى غير الله. يشهد الله يا دولة رئيس الوزراء. كنت أتمنى أن تسمع مني بدلا من أن تسمع ممن ينقلك. يا دولة رئيس الوزراء، كثير من الأشخاص استغلوا اسمك إن كنت لا تعلم، وبدأوا يرسلون رسائل إلى مجلس القضاء الأعلى، إلى معالي الأستاذ مدحت المحمود الذي يسمعني حاليا، رسائل استغلوا انه القاضي عبد الامير الشمري هو من قام بإلقاء القبض على عبد الفلاح السوداني، والقاضي عبد الامير الشمري هو الذي رفض اطلاق سراح عبد الفلاح السوداني بكفاله، والقاضي عبد الامير الشمري هو الذي احال ابو الوقف الشيعي، والقاضي عبد الامير الشمري هو الذي حارب الفساد. مما دفعهم ان يرسلوا رسائل باسم معاليكم يا دوله رئيس الوزراء، ان كنت تعلم او لا تعلم. مما حدث، اسالكم بالله، في اي دوله في العالم يلقى القاضي، انا قاضي نائب رئيس استئناف ورئيس جنايات، انقل مباشره برساله بالفيسبوك الى رئيس مجلس القضاء الاعلى، انقل الى محافظه اخرى. هذا النقل يقول الى الارهابيين والى الفاسدين: فرغت لكم الساحه، اقتلوا القاضي عبد الامير بالطريق، هناك 120 كيلو على المسافه، بامكانكم قتل القاضي عبد الامير الشمري. يا دوله رئيس الوزراء، والله انا لن اشكيك على لدى اي جهه، ولن اطلب الشكوى ضد اي شخص، واكون كل الاحترام لمعالي رئيس مجلس القضاء الاعلى كونه استاذي وسبق له ان درسني ويعرف اخلاقي، لكني اقول حسبي الله ونعم الوكيل. يا دوله رئيس الوزراء، كنت اتمنى ان تكون بلقاء مع جنابكم، ولكن كنت اتمنى ان تستضيفني وتلتقي بي، وان ان استحصل على وسام كوني حاربت الفساد. يا دوله رئيس الوزراء، انا 3 سنوات بالاشراف القضائي، رئيس مجلس القضاء الأعلى يسمعني الآن ويسمعني رئيس هيئة الإشراف القضائي، أتحداهم أن يقولون القاضي عبد الأمير الشمري استلم درهم واحد عن الجولات التفتيشية اللي هي بالقانون مسموح أن يتقاضى مبلغ، ما قالتها تعرفون منو سببها؟ خلي أحكيها للشعب العراقي وخلي الشعب العراقي يسجلها على عبد الأمير. في أول يوم أباشر فيه بالإشراف القضائي بتت بأحد الفنادق، الليلة كانت 75,000 دينار، والصبح صاحب الفندق راواني وصل 150,000 دينار، ابتسمت قلت له شنو هذا 150,000 دينار؟ قال لي احنا محتاجين انه من تجي، قلت له خلاص. يشهد الله وضع حرمة بيني وبين اموال الافادات، 3 سنوات انتقل افادات بين المحافظات الجنوبية، انتقل للمال الخاص. بامكان معالي رئيس مجلس الاعلى ان يسال اخواني رؤساء الاستئناف، القاضي عادل عبد الرزاق، القاضي حيدر حنون، القاضي فرقد، الاستاذ محمد عبد الحمزه، كل رؤساء الاستئناف، إن كانت هناك سلبية على القاضي عبد الأمير. إذا كان القضاء لا يريدني فمع ألف سلامة بالقضاء، أنا لا أحب أن يكون القضاء مسيس، ولا أحب أن يقول من أرسل رسالة الفيسبوك ونقل قاضي عبد الأمير، لا، هيهات من الذلة أبقى عن القاضي عبد الأمير الشمري. ومن غدا إن شاء الله صباحا ستكون استقالتي على مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، وألتحق بركب أخوة المحامين الأخ محمد الفيصل ليباشر عملي بالمحاماة، وإن كانت المحاماة لا تقبلني فأنا من قنواتكم الفضائية أطلب لجوء السياسي لأي دولة كانت، لأني في هذه الحالة سأكون عرضة للقتل وليس كما سبق، لأنه الإخوان اللي قد واجهوا الفساد منهم من تعرض لإصدار أوامر الحكم بحقه كما جرى للأخ رحيم العجيلي، أو كما الحمد لله أنا لم أستلم ذمة مالية، وليس للدولة دينار واحد عندي إلا هذا البيت الذي أنتم الآن فيه، هو لمصرف الرافدين، محجوز كوني مستلم سلفة من 150 مليون، وبإمكان الأخ مدير مصرف الرافدين أن يأتي ويحجز على العقار حتى يأخذ أمواله، وأنا حاضر ممكن أن نقعد بإيجار، لأن لا أفلح الله أن نكون أذلاء لغير الله. لن أذل إلا لغير الله، ولن أرجع إلا لغير الله، ولكن أقول وأذكر دولة رئيس الوزراء: من أعان ظالما في ظلم قتل بسيف ذلك الظالم. تذكر هذه المقولة يا دولة رئيس الوزراء من أخ ناصح ومحب للعراق، ولك يشهد الله. يا دولة رئيس الوزراء، إن كان لك علم يكن لك علم، اعلم رئاسة مجلس القضاء الأعلى انه من يرسل الرسائل بالفيسبوك هو ليس من دولة القانون وليس من دولة رئيس الوزراء. يا دولة رئيس الوزراء، لم تحدث سابقا في القضاء العراقي ان نقل القاضي على رسالة بالفيسبوك. تعلمنا عندما تكون هناك قضايا كبيرة على القاضي، يحال القاضي إلى لجنة شؤون القضاء، لجنة القضاء تحقق وياه، إن كان مسيء يحال الإشراف القضائي يحقق له وبعدها إلى لجنة شؤون القضاء إذا كان مسيء. لكن القاضي أنا أنقل وأحاسب وأشرد. يقولون للإرهابيين وللفاسدين: تحضروا بعبوة الناس، بل القاضي عبد الأمير الشمري أنا حياتي وحياة أطفالي في خطر. ومن هذا المكان
ومن منابعكم الحرة أعلن طلبي اللجوء السياسي لأي دولة كانت عدا الكيان الصهيوني، لأي دولة عربية أو إسلامية أو أجنبية عدا الكيان الصهيوني. أعلن اللجوء السياسي، طلب اللجوء السياسي حفاية على نفسي وعلى أطفالي، وأنا أعلم أنه غير مديون لأي شخص إلا لمصرف الرافدين، وبإمكان مصرف الرافدين أن يأخذ البيت مقابل دين.